really scared. الفيلم بيبدأ في قصر ضخم شكله فخم بس مرعب وساكت بشكل مش طبيعي. جواه راجل مصاب بيمشي وهو بيترنح في الممرات، بيحاول يستخبى من خطر مش باين. في سهم مغروس في جنبه والدم نازل منه جامد. بوسترات كتير عليها اسم ليبل مكتوبة على الحيطان القصر، وفي نفس الوقت في ولدين صغيرين مستخبيين جوه القصر. الصغير اسمه إليكس واخوه الكبير بسرعة خباه جوه دولاب علشان يحميه. وفجأة الراجل المصاب دخل الأوضة بيترجى أخوه إليكس إنه يساعده، بس الولد بدل ما يساعده صرخ بصوت عالي جدا ومعداش ثواني وظهروا سكان القصر غريبين لابسين أقنعة تقليدية مرعبة. سحبوا الراجل المصاب وفضلوا يضربوه لحد ما قتلوه بطريقة وحشية. في ست كانت واقفة بتصرخ من الرعب وبتتوسل ليهم يسيبوه، بس محدش فيهم سامعها. الليلة المرعبة دي حصلت من 30 سنة بالظبط. وبعدين بنقابل بطلة القصة جريس بتستعد تتجوز أليكس. أيوة، نفس الطفل الصغير اللي استخبى في الدولاب زمان. أليكس كبر وبقى راجل من عيلة غنية جدا ونفوذهم واسع، أما جريس فكبرت في بيوت الرعاية من غير أهل ومن غير سند. ورغم الفرق الكبير ما بينهم حبهم حقيقي، مش قايم على فلوس، قايم على مشاعر وأمان. من وقت الليلة الصادمة دي أليكس قرر يقطع علاقته بأهله تماما وعاش لوحده بعيد عنهم. لكن قبل الفرح على طول أخوه الكبير شد جريس على جنب وقال لها بجدية دي آخر فرصة ليكي، ابعدي عننا، العيلة دي مش ليكي، وكل ما تبعدي أكتر هيكون أحسن ليكي. جريس اتلخبط والكلام دوخها، وأليكس زودها كمان لما اعترف بشيء غريب. ابوه مش عاجباه الجوازه دي اصلا، والسبب ان جريس متبنيه، بس وافق على الفرح لسبب واحد، علشان أليكس يرجع للبيت تاني. لكن جريس اللي فرحانه وعايشه على سحابه حب ما كانش عندها اي فكره انها هتدخل عالم كله طقوس شيطانيه واسرار هتغير حياتها للابد. الفرح تم، وبالليل بعد ما الاحتفال خلص وجريس وأليكس دخلوا الاوضه، فجاه عمة أليكس طلعت من باب سري جوه الحيطه. ظهورها كان زي البرد اللي بيعدي في العظم، وجريس اتوترت جدا. الست قالت جمله واحده: الكل مستنيكي تحت، وبعدها اختفت زي ما ظهرت. وقتها أليكس بدأ يشرح في تقاليد عائلية قديمة، لازم كل فرد جديد في العيلة في ليلة فرحه يسحب كارت ويلعب اللعبة اللي مكتوب عليه. أجدادنا عملوا ثروتهم من الألعاب دي كده، قال أليكس، ومن وقتها التقليد ده بقى مقدس. جريس كانت مش فاهمة وسألته يعني الموضوع منافسة نكسب ايه؟ رد وقال لا، الموضوع كله انك بس بتظهري وتلعبي، مش لازم تكسبي. بعدها أبو أليكس وجهه وقال له ما قلتلهاش حاجة؟ أليكس رد بكل حزم لا، ومش ناوي اقول. واحنا ماشيين اول ما الصبح هيطلع، وفي الدور اللي تحت جريس كانت قاعده بتتكلم مع والده أليكس، الوحيده في العيله اللي كان باين عليها طيبه بجد. ولاول مره في حياتها جريس حست انها وسط عيله. وبعد شويه وصلت اخت أليكس وجوزها ومعاهم العيله كلها اتجمعت، وقالوا لجريس انها لازم تدخل معاهم اوضه خاصه، اوضه ممنوع اي غريب يدخلها. من اول ما دخلت جريس حست بحاجه غريبه، الحوايط كلها متعلقه عليها اسلحه قديمه وحاجات اثريه غريبه محطوطه في فاترينا ازاز. وجريس كانت ماشيه تبص حوالينها بفضول، بس جواها قلق غريب. عينيها وقعت على صوره قديمه. ابو أليكس شاور على الصوره وقال ده ابويا، هو اللي بدأ كل ده، الالعاب دي. وكمل حكايته. من زمان كان فاتح محل كروت لعب، وفي يوم قابل راجل اسمه لابيل، قعدوا يلعبوا كروت بالساعات، وفي الاخر ابويا كسب، ولابيل اداله العلبه دي كهديه، وقال له ان الاجيال اللي بعده لو فضلت تلعب اللعبه اللي العلبه طلعها هيبقوا اغنياء ومفيش حاجه تقف قدامهم. ومن ساعتها اتبنت قواعد اللعبه كلها على العلبه دي، وبقى تقليد عائلي لازم يتعمل. كل ما حد جديد يدخل العيله لازم يسحب كارت ويلعب اللعبه اللي العلبه تختارها له. جريس كانت لسه مش فاهمه، مسكت العلبه وسحبت كارت، لقت الكارت مكتوب عليه استغمايه، وساعتها الدنيا كلها سكتت وكل واحد بص لتاني بخوف، ونظرات العيله لبعض كانت كلها توتر. جريس ضحكت، كانت بتحاول تفك الجو. احنا فعلا هناخدها جد كده، هنلعب استغمايه بالليل؟ بس ابو أليكس رد بجديه مرعبه: لازم تستخبي واحنا هنطلع ندور عليكي. نبرة صوته كانت كافية تخليها تتجمد من الرعب. احساسها الداخلي كان بيصرخ دي مش لعبة عادية. وفجأة كل ابواب القصر اتقفلت بالمفتاح، كاميرات المراقبة كلها اتقفلت برضه، والعيلة قالت دي من قواعد لابيل، لازم كده. وبدأت موسيقى غريبة تطلع من جهاز قديم بيشتغل باسطوانات، وكل فرد في العيلة بدأ يتسلح بأسلحة قديمة من اللي في الأوضة. واللعبة هنا بدأت رسميا. أليكس رفض يشارك في اللعبة، ومرات أخوه فضلت قاعدة معاه علشان تتأكد إنه مش
هيساعد جريس. في الوقت ده جريس استخبت جوه الاسانسير الصغير بتاع الاكل، والعيله كلها بدات تدور عليها. بعد شويه أليكس استخدم باب سري علشان يهرب من الاوضه. جريس من الزهق والقلق قررت تخرج من الاسانسير وتشوف الدنيا فيها ايه. أليكس لقاها وسحبها بسرعه على اوضه تانية علشان يستخبوا مع بعض، لكن الخدامه سمعت الصوت، كانت فاكره ان في طفل صاحي من النوم ودخلت الاوضه اللي أليكس وجريس مستخبيين فيها. وفجاه اخت أليكس دخلت عليهم زي المجنونه وضربت نار. الرصاصه جت في عين الخدامه على طول، عينيها فرقعت في لحظه ووقعت على الارض ميته. وجريس كانت مصدومه ومش مصدقه اللي حصل قدامها. والباقي من العيله دخلوا الاوضه وبداوا يتخانقوا على ازاي يتخلصوا من الجثه. ووقتها جريس فهمت الحقيقه، الناس دي فعلا ممكن تقتل، بس هم لسه مش عارفين انها شافت كل حاجه ولا انها ابتدت تدرك اللعبه اللي هي فيها. بعدين اخو أليكس بص لعمتهم وسالها هو الدم ده كفايه؟ ردت عليه بجرود وقالت لا، دم العروسه هو اللي بيحسب، لو ما قتلناش جريس قبل الفجر لبيل هيقتلنا احنا كلنا. جريس كانت سامعه كل ده وفهمت انهم كلهم بيطاردوها ومش هيهدوا غير لما يقتلوها. أليكس قال لها بكل جديه لازم نهرب، ده الحل الوحيد دلوقتي. وبدا يشرح لها الكارت اللي سحبتيه استغمايه مش لعبه عاديه زي ما كنت فاكره، دي لعبه موت واحنا لازم نستخبى وهم كلهم بيدوروا علينا علشان يقتلونا، ولو فشلوا لبيل بنفسه هيجي وينهي عليهم كلهم اول ما الفجر يطلع. قرروا يهربوا وأليكس قال لها انا هفتح لك باب المطبخ انت تجري منه على طول. جريس جريت على المطبخ لكن بعض افراد العيله شافوها وجريوا وراها علشان يمسكوها، وبسرعه دخلت اوضه المكتب واستخبت. وفي اللحظه دي اخو أليكس وصل وجريس طلبت مساعدته وهي بتنهار. قال لها انا مش عايزه اقتلك، انت مرات اخويا وهو بيحبك بجد، بس قدامك 10 ثواني اجري. قانون اللعبه بيقول ان اول ما حد يشوف جريس كل العيله تقدر تقتلها سوا. اول ما ال10 ثواني خلصوا جريس جريت باقصى سرعتها. اخو أليكس نادى على باقي العيله وسالوه هم متضايقين ليه ما قتلتهاش. ابو أليكس قرر يراجع تسجيلات الكاميرات علشان يعرف مكان جريس، وهناك اكتشفوا ان أليكس نفسه هو اللي جوه غرفه التحكم وفتح كل ابواب القصر. بس رغم كده جريس ما قدرتش تهرب لان عم أليكس كان واقف مستنيها عند الباب. حاول يمسكها وبدات خناقه عنيفه بينهم. جريس جرحته وهربت. في الوقت ده اخو أليكس وابوهم وصلوا لغرفه التحكم وكسروا الباب وسحبوا أليكس من جوه بالقوه وبعدين ربطوه. بعد كده جريس استخبى تاني في الاسانسير، لكن كانت واحده من الخدامات مستخبيه فيه اصلا ومرعوبه وبدات تصرخ وتقول جريس هنا. وفجاه رقبتها اتزنقت في باب الاسانسير وماتت موته بشعه ومؤلمه. جريس جريت بسرعه على الاسطبل ولقت هناك ابن اخت أليكس الصغير. افتكرته واستخبى من الخوف وقررت تطمنه، لكن فجاه الولد ضربها بالنار. الرصاصه جت في ايديها ومن شده الوجع ضربته جريس بالقلم من غير وعي والولد وقع على الارض. وفي وسط ده هي كمان وقعت في قبو الاسطبل، وهناك شافت جثث كتير ناس ماتوا في العاب قبل كده. وقتها فهمت ان اللعبه دي ضحت بناس كتير بريئه قبلها. جريس قدرت تطلع من المكان لكن مسمار كبير دخل في ايديها والجرح كان عميق والالم لا يطاق. حاولت تهرب من بوابه القصر ووقفت عربيه كانت ماشيه في طريق وطلبت من السواق يساعدها، لكنه رفض وسابها ومشي. وهي على وشك انها تنهار جريت على الغابه واستخبت ورا شجره. عم أليكس لحقها هناك لكن جريس خنقته بسلك وهربت بالعربيه بتاعته وطلبت النجده وقالت لهم يوصلوها بالشرطه، لكن الرد كان صدمه، العربيه دي مسروقه. وساعتها جريس كانت فعلا اتحبست في الكابوس ده. وفجاه عم أليكس ظهر من تاني وضربها على راسها وخدها ورماها في الكرسي اللي وراني للعربيه. العم عمل مكالمه فيديو مع ابو أليكس وقال قدام العيله كلها بما اننا قبضنا على جريس يلا نبدا تجهيزات القربان. بس فجاه جريس فاقت وهجمت عليه والعربيه فقدت السيطره ولفت بيهم وراحت خبطه في شجره. العم مات في ساعتها لكن جريس طلعت عايشه بمعجزه. وهي بتحاول تهرب ظهر اخو أليكس. جريس فضلت تترجاه يساعدها بس المره دي خبطها على دماغها وخدها القصر علشان ابوه كان بيراقبه. وفي القصر ربطوا جريس وبداوا طقس الغريب. العيله كلها قاعده حوالين الترابيزه بيقولوا كلام غريب كده زي تعويذ وبيشربوا سائل لونه غامق وشكله مريب. بس بعد لحظات كلهم ابتدوا يرجعوا دم واتضح ان اخو أليكس كان حاطط لهم حاجه في الشرب. فك جريس من قيودها وساعدها تهرب لكن مراته دخلت فجاه وضربته بالنار. جريس شافت اللي حصل وولعت من الغضب وهجمت على مراته بكل عنف وشالتها من على الارض وخبطتها كذا خطأ لحد ما فقدت وعيها. وساعتها جريت وهربت من تاني. وفي الوقت ده أليكس كان فاق وفك نفسه من الكلبشات، ولما خرج من الاوضه لقى اخوه مقتول قدامه. ابوه بيجري ورا جريس علشان يقتلها بس هي ما استسلمتش ومسكت الاباجوره وخبطته بيها وولعت النار في كل مكان. وهي بتجري ظهرت ام أليكس فجاه مسكتها من دراعها وكانت هتهجم عليها وبتصرخ البنت دي عمرها ما كانت تنفع تبقى من عيلتنا. الجمله دي فجرت حاجه جوه جريس. مسكت اول حاجه قدامها صندوق ليبل غريب وخبطتها بيه على راسها لحد ما ماتت. جريس كانت
كانت بتصرخ وهي بتعيط: انا بكرهكم وبكره عيلتكم كلها. أليكس كان واقف وشايف كل ده، شايف امه وهي بتموت على ايد اللي كان بيحبها. في اللحظه دي كل مشاعره ماتت، ما فضلش اي حب، وقرر يسلمها لليلى. اتجمعوا كلهم حوالين جريس، حتى أليكس مسك السكينه وراح يهجم عليها، بس هي اتفادت الضربه واتعورت في كتفها، بس ما وقعتش وفضلت واقفه وعينيها مليانه نار مش خوف. وفجاه نور الشمس بدأ يطلع، العيله اتشلت وفضلوا يصرخوا ويجروا فاكرين ان اول ما الفجر هيطلع كلهم هيموتوا. بس لما الشمس طلعت ما حصلش اي حاجه، وكلهم وقفوا مصدومين حاسين انهم ضحكوا على الموت. لحظه راحه غريبه خيمت على المكان، وفجاه حد صرخ: ما ينفعش نسيب جريس تعيش، دي عرفت سر العيله. وقبل ما حد يلحق يتحرك عمة أليكس اندفعت ناحيه جريس بفاس في ايديها، بس قبل ما تضربها انجرفت حرفيا قدامهم، وواحد ورا تاني كل افراد العيله ابتدوا يموتوا بشكل مرعب. ناس انفجرت وناس كانت بتتلوى من الالم. الموضوع بقى واضح، ليبل هو اللي بينتقم منهم بنفسه. حتى اخت أليكس حاولت تهرب وولادها، بس هي كمان انفجرت. وجوزها مسك الصندوق الغريب وصرخ: مالكوش حق تقتلوني كده، انا كنت ماشي على القواعد. لكن رغم كده انفجر هو كمان. دلوقتي مفيش غير جريس وأليكس اللي لسه عايشين. جريس كانت منهارة وجسمها متدمر ونفسيتها أسوأ، مش قادرة تفرق مين لسه حي ومين مات. بس وسط الخراب ده كله كان جواها شعور غريب بالراحة. أليكس قرب منها ووشه مليان ندم وقال: أنا آسف، عملت فيك حاجات فظيعة. بس جريس بصت له بجمود وقالت: لا، أنا مش مسامحاك. ورمت خاتم الجواز في وشه وهي بتقول: أنا عايزة أطلق. وفجأة انفجر هو كمان. القصر كله ولع والنار مسكت في كل ركنة، وفي وسط النور اللي طالع من النار ظهر ليبل واقف في صمت كأنه بيأكد إن جريس كسبت اللعبة. وبما إنها بقت أرملة أليكس، جريس دلوقتي بقت الوريثة الوحيدة للثروة والعيلة كلها. وبكده الفيلم الجامد ده بينتهي على مشهد نار ودم وانتصار. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد. سلام.